من جهة أخرى فإن المغرب صاحب خبرة وخضرمة في هذا المجال، لأنه يعمل على جبهات متعددة في مكافحة الإرهاب، يعمل على السلك الأمني ويراقب حمل الأسلحة، وهذا ما رأيناه في التحقيق. إذا ما كان المرء يحمل سلاحا وتم كشفه يمكن أن يتعرض لحكم بالسجن المؤبد. إذا هذه سياسة رادعية لمكافحة الإرهاب في المغرب، وقد أتت أكلها بالفعل، ومن الصعب تطبيقها في أوروبا، لأن ثقافة حمل السلاح مختلفة وهي متعلقة بالحق في الدفاع عن النفس إلى آخره. إذا المغرب قد يعد مثل يحتذى، لكن سارة أيضا التهديد يزداد يوما بعد يوم بعد الهجمات التي شهدناها هنا في أوروبا وفي بروكسل. المغرب مهدد في أي لحظة مثل دول المنطقة، ليس فقط من تنظيم الدولة الإسلامية وأيضا من تنظيمات أخرى مثل القاعدة. المقاتلون يغيرون في طرقهم. هل المغرب محضر مستعد لهجمات مقبلة؟ لقد تكيف المغرب مع هذه التطورات والتغييرات، وذلك منذ ظهور تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام منذ 2013. فإن المغرب قد غلظ من سياسته إزاء الهجرة، لا سيما لمن يرغبون في الانضمام إلى مقاتلي داعش. وكذلك فإن هناك ما يسمى بالمقدمين، أي من يراقبون كل من هو مشتبه به من خلال الاستخبارات التي تقوم على السكان المحليين، أصحاب المتاجر وغيرها. وهذا السياسة فعالة بالفعل، لأنها تسمح بتوفير معلومات محينة آنية، وقد تكيف المغرب مع هذه المستجدات وأنشأ وحدة نخبة خاصة في خدمة الاستخبارات، وكان ذلك هناك دوريات الشرطة وجيش. شكرا جزيلا لك سارة دوبلييه، وشكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من مراسلون وتحقيق جديد. إلى اللقاء.